يا مهيب ايه ما زلنا نذكروا مهدي عبيد الشارف يا مهيب. اسمعني شوف، خلينا قبل المباراة، خلينا الاجواء طيبة والاجواء باهية، وخلينا ايوه بس انتوا مش انتوا اللي بتقولوا كده، احنا بنقول كده دلوقتي. باهي ميسالش يا مهيب. اسمع نحن على الاقل كفينا لكم السهر نتاع سان داونز والخماسيه نتاع سان داونز كفيناهم على هيثم اتكلم يا هيثم بالراحه هيثم عشان اسمعك وعلوا الصوت شويه. اتكلم بالراحه يا هيثم، المشاهدين عايزين يسمعوا كلامك الجميل. اوكي حبيبي، قلت لك هكا نحب نهني جماهير الاهلي اللي فدينا لهم بالسهر نتاع سان داونز، لانه الفريق الوحيد في افريقيا كانوا فاز على سان داونز ذهاب واياب، وتقريبا سان داونز نعرفوه جيدا. هو الترجي هل توافق انه تاريخي ولا انتصار عادي ولا لا؟ بالنسبه لي انا تاريخي في التظاهره هذه في كاس العالم هذه، افيك معناها لو نومبر ديكيب والموارد الماليه الجديده بالنسبه، واول فوز عربي. خاطر وقت اللي تكون موجود معك الاهلي، موجود معك العين، موجود معك الوداد، الهلال موجودين، لي زيكيب هذوما الكل موجودين في الكوب دي موند، والاسبيرونس هي تربح اول ماتش. سي امبورتون بور لو فوتبول تونيزيان، سي امبورتون بالنسبه للاسبيرونس. ورغم الانتقادات اللي صارت قبل البطوله هذوما الفرق الكل كنا تحدثنا عليهم انه قاموا بانتدابات وتعزيزات، والترجي ما قامش بالانتدابات. مالغري غالطين ما قمناش بانتدابات. باش نقول لك علاش، خاطر لو قمنا بانتدابات كان راه المردود نتاعنا احسن، تربح ايزامون وافضل، وتربح ايزيمون معناها الفريق هذاك. خاطر كنا نجموا نعملوا انتدابات، هذاك لا نوبيش با لوتر، مش اللي عمل انتدابات يلزموا يربح واللي ما عملش لا. فما حاجات في الكوره، فما ابي سي في الكوره، فما حاجه ا بلس بي وكاري ديال كاري بلس بي وكاري بلس دوزا بي، ما فيهاش كلام هذيك. هذه قلتها اتذكر قبل في كونفيرونس بريس بي وكاري ما فيهاش كلام معناها قاعده اول حاجه نقراوها في المات. صحيح. فقط باش نتعامل معاك لانه توا الكومباريزون هذيا قاعده صايره في مصر، في الاعلام المصري، في السوشيال ميديا، شيخونا. يقول انه الاهلي رغم الاستثمارات وتريزيجي وبالرمضان والترجي بصفر انتدابات وصفر مليون تحضيرات عملت نتائج خير من الاهلي، وبالتالي اصبح هذا الحديث في الشارع المصري. ومجموعه صعيبه. مجموعه صعيبه، اصعب من مجموعه الاهلي، أصعب مجموعه معناها بالنسبه للفريق العربي هي مجموعه الترجي بدون ادنى شك. هذا لا، لكن الحمد لله معناها البارح انا نظن معناها اول حاجه تحيه كبيره وشكر كبير للاعبين على الروح اللي لعبوا بها والفوز اللي جابوه وفرحوا الجماهير هذيا وفرحونا، هذا مهم جدا. ثانيا كنت متخوف من لأن حكيت على هذا معناها ليله المباراه على الناحيه البدنيه، لانه نعرف انه لوس انجليس اقوى منا بدنيا، لكن ليسبيرونس ريفاليزي لعب الند وفي بعض الاحيان كان افضل بدنيا من المنافس نتاعو. تكنيكمون المنافس نتاعنا معناها كنا افضل منه بصراحه. ثم معناها شابو با للكونسيبسيون تكتيك اللي لعب بها ماهر الكنزاري البارح. مره اخرى لعب المباراه على مراحل كما لعب المباراه الاولى. تكتيكمون الفريق معناها منطقه افتكاك الكره صحيح كانت متاخره شويه في الشوط الاول، لكن ما خليناش المنافس نتاعنا يوصل للمناطق الخلفيه نتاعنا، يوصل البشير بن سعيد. موسيون سبيسيال بشير بن سعيد مش على خاطر البينالتي، لا انا حضرت هذا معناه وانا نتفرج المباراه. مونسيون سبيسيال بشير بن سعيد لانه كان يلعب ليبيرو البارح، كان يلعب ليبيرو وراه توغاي وراه ياسين مريح، كان مغطينهم ظهرهم. فما كورتين ولا ثلاثه كرات طون بروميير ميتون هو اللي خرجهم، كانوا في ظهرهم، وكان داخل بوانغا هو اللي خرج له، هو نحو الكره مره وراء توغاي ومره وراء ياسين مريح، معناها كان فايق ومركز وحاضر. وطبعا كما قال سمير قبيل جاب لنا معناها $1 مليون زايد تري امبورتون اللي هو بالنسبه لي هو، خاطر كانت صارت انتقادات كبيره عندي انتداب. وشوف في الكره تصرف تلقى كما التلميذ يحضر ينجح، يحضر مليح يجيب موسيون، يحضر متوسط يجيب متوسط، ما يحضرش ما ينجحش. ديما كيك البزنس على قد ما تنفيسي على قد ما يكون المرابح اكثر. بالضبط. واحنا التحضير سيت اون كوب دي موند هذيا معناها سيت اون اوبان. علاش سيت اون اوبان؟ معناها مهمه جدا بالنسبه للمستقبل الترجي في كره القدم للسنوات القادمه، خاطر اون دوا فير معناها كار عملنا ويلزمنا نعملوا انفستيسمونات باين نطلعوا كما كان يقول سمير. ما عادش نجيبوا ملاعبيه ب 200 و 300 و 400 مليون دولار تو،
ما عادش نجم اون بو بلو ريفاليزي مع الاهلي والوداد العام الجاي، خاطر الوداد وسان داونز زاد ما نساوهاش. خاطر الوداد العام هذا باش تلعب الكاف، اما العام اللي بعد بالريكروتمون باش تولي معناها تلعب معك الادوار الاولى، وسان داونز والرجاء كي باش ترجع، وتوا عندك بيراميدز وجايينك لي زيكيب الجيريان المولديه، وعام الجاي جي اس كا باش تكون معاها في الشامبيونز ليغ، ممكن العوام القادمه باش تكون بالوزداد، وفما انفستيسمون كبير من الشركات خاطر سون باريني بار دي سوسيتي في الجزائر، الشركات الحكوميه معناتها الدوله اللي هي حتى الانفستيسمون هذا لازم نطلعوا شويه من قيمه ومن مستوى الانتدابات نتاعنا اللي قاعدين نعملوا فيهم. انا جو بريفير تقول لي تعطيني بودجي معناها عندي 10 مليار دوات، انا 10 مليار دوات جو بريفير نجيب بهم زوز ملاعبين خير من نجيب لهم 5 زوز سوبر اللي نجموا يعملوا لي ديفيرونس في كل ماتش، خير من نجيب 5 نص نص. النص نص نجم نلقاه في تونس. كوتش تريما الكلامك تعرف سان داونز خذت ساليس ارتور ساليس 2 مليون دولار 3.2 خذت 2024 خذت 3.2 من لوميل خذته ب 3.2 لاتاكون 13 مليار يعني تقريبا اكثر من 13 مليار. وكان ترجعوا تتذكروش اللي خذته الاهلي المصري وقتها من البريمير ليج بيرسيتاو نفس ما ترى وزروا في الفرشات هذه. الانتدابات توا راه سان داونز والاهلي راهم قاعدين ينتدبوا 2 مليون يورو ب 2.5 ب 3 مليون يورو معناتها، وبالتالي راهو حتى زاد كل شيء نسبي، خاطر زاد كي تشوف مثلا الانفستيسمون اللي عملته الترجي في البلالي معناتها ما شريتوش بالفلوس، بل انفستيت في السالير نتاعو اللي هو السالير نتاعو كي تشوفوا باليورو بالفلوس لا من المولديه 600,000 يورو 600,000 يورو والانفستيسمون معناتها لي سالير بالنسبه لقيمه البلالي رخيص، يسمى رخيص بالنسبه برافو فوالا ولي سالير هذوما كي تشوفهم باليورو راهو عاديين بالكدا عاديين بالكدا. هو ولا سالير تاع ياسين مريح اللي هما يظهروا برشا في النيفو التونسي، لكن مقارنه بالاهلي مقارنه بسان داونز ياخذوا اكثر برشا، ماهيش فايل يعني كل 200 و 250 الف دينار شهريا يعني. يبدا عندك لي تشالنج موجودين في الاسبيرونس في جمعيه اخرى ما نجمش كي يبدا عندك تشالنج حتى في الاوروب. يبدا عندك في الاوروب كي يبدا عندك الشامبيونز ليغ يهونوا، كي يبدا ما عندك الشامبيونز ليغ حتى البلاد ما يمشي. عارف ديجا عندك مداخير لا باس كي يبدا عندك تشالنج معاه، كي يبدا عندك تشالنج معاه. اما حاجه بركه بربي مهمه برشا فقط نعطيك الملايين. الاسبيرونس ربحت ماتش في الكوب دي موند، ربحت ماتش مهم. التقييم يجي بعد 3 مباريات. وقتاش ترجي نقولوا عملت حاجه ممتازه برشا؟ وقت اللي تتاهل للدور الثاني. يا اخي احنا في كاس العالم روسيا مش بالضروره سمير، لا دقيقه عاد جبنا 3 بوان ولا اللعبه الكل تنتقد، ربحنا ماتش هكا اللي لازمنا نربحوه، اللي لازمنا نربحوه، الاخرين اقوى منا ما نجموش نربحوهم ضد لي دو دومي فيناليست هكا ولا في انجلترا وبلجيكا. دونك انت كي تلعب مع فلامينغو وتشيلسي تخسر معهم الاثنين مثلا وتربح جالاكسي تربح لوس انجلوس، التقييم يولي غلط، تولي مشاركه سلبيه. لازم يفهموها شيء هذا. الترجي التونسي مطالب بالتاكيد في ماتش تشيلسي توا بالتاكيد، لان وقت تقول انت يعني اذا كان ما ترشحش مع تشيلسي وفلامينغو تسمى مشاركه سلبيه سمير. اما كنت تلعب ماتش كبير مع تشيلسي تخرج ماتش وما ترشحش مثلا وتنجم عادي يصير تسمى سلبيه. لا مش سلبيه 4 بوان مش سلبيه. حتى كان تخسر وتلعب تخسر ما ترشحتش وما ترشحتش تولي اما نستناو الماتش الاخراني شو مش يصير فيه. قلت انت كلمه اخرى، قلت اول نادي عربي ينتصر الهلال لعب مع الريال ما سلفعش ماتش الاهلي. لا اول انتصار اول انتصار معناها الاهلي المصري مع انتر ميامي ميتولولاني يربح 4 فاسيلمون ويتعدى. الاسبيرونس الدقيقه الاخرى بشير كانت ماركات البونتي يولي تعادل. فما نحبوش نكبروا احنا راهو احنا في تونس وان شاء الله ما يصير الشيء هذا. فرحه كبيره مع الماتش هذا، ولا قدر الله الترجي ما تلعبش مليح مع تشيلسي تولي الانتقادات الماهر كانزاري وحمدي المدوب وغيره والملاعبيه وغيره اللي توا كنا نشكروا فيهم. فبالتالي لازم التقييم يكون تقييم موضوعي وتقييم صحيح. وانا مع فكره نبيل انه في مثل هالمناسبات هذيا لابد من انك تحضر لها، لانك عندك مسؤوليات مع الجماهير نتاعك ومع اسم الترجي ومع تاريخه ومع سمعه كره القدم التونسيه. لابد من تدعيم الفريق هذايا اللي الناس الكل اجمعوا على انه الترجي التونسي ليفيكتيف نتاعو هذايا ناقص ما ينجمش يكون. فبالتالي ما يلزمش نغطيو معناها الترجي التونسي قدم مباراه بطوليه وكبيره ياسر حتى الاولانيه حتى فلامينغو ولا حتى تو زوز مباريات ما قصروش فيهم. نستناو التقييم والجماهير فرحانين لا بيان سور ومقتنعين ويلزمهم يكونوا فرحانين، يلزم يكونوا مقتنعين.